هو رمضان خلص بس الكنافة ما خلصتش. مش عشان رمضان خلص يبقى مش هنعمل كنافة. ازاي تبقى الحلوة دي موجودة في السوق وما نعملش كنافة المانجا؟ هنعمل كنافة المانجا النهاردة، وتحدي احسن من احسن محل، وهتشوفوا هتطلع ازاي، وهتجربوها هتدمنوها. يلا بينا. معايا نص كيلو من الكنافة المجمدة، وهبتدي ان انا افرفطها كده وافككها بالشكل ده. المجمدة طبعا بتساعد ان انا افكها بسرعة، مش هحتاج بقى الكبة ولا اي حاجة. طبعا الكنافة ديت لازم استغلها، والمانجا موجودة لازم نستغلها. نعمل ايه؟ هنعمل احلى واسهل وصفة. هنفككها بقى كده كويس قوي من بعضها، وبعدين معايا كوباية من السمنة السايحة. هنزل بيها بقى كده على الكنافة، وابتدي ان انا اخليها تدخل كده فيها كلها، تتداخل في بعضها كده، ما سيبش حبة الا لما يكونوا متداخلين مع السمنة كويس جدا كده بالشكل ده. حلو الكلام لحد كده. معايا بقى صينية مش كبيرة، مقاس 24 أو 26. هبتدي أكون دهنها كويس جدا بالسمنة، وانزل بالكنافة. الفرن في الوقت ده شغال على درجة حرارة 200. هحطها على الرف الوسطاني. هبتدي بقى ان انا اكبس الكنافة كويس جدا جدا، يعني اضغط عليها، عايزاها سوا واحد، وفي نفس الوقت انا مش عايزة الطبقة سميكة قوي ولا رفيعة قوي، عايزاها وسط، وطبعا سادة مش هحشيها حاجة. تمام. خلصنا كده بالشكل ده. هجيب بقى شوية السمنة اللي اتبقوا معايا، وابدأ ان انا ادهن الوش بيها. بتديني لون ذهبي كده حلو قوي. وبس كده كده خلصنا. ادي صينية الكنافة خلصت معانا. هنبتدي بقى ان احنا ندخلها الفرن على درجة حرارة 200، ولحد ما وشها ياخد لون. ولو وشها ما خدش لون بفتح عليها الشواية. ببتدي ان انا بقى اسقيها كده بالشكل ده. انقلها في حاجه واسقيها. الشربات بتاعنا شربات عملناه قبل كده مع بعض، عباره عن كوبايه من السكر، وعليها كوبايه الا ربع من الميه، وعصره ليمونه، ولما يخلص خالص رشه من الفانيليا. الشربات معايا متوسط، ولا خفيف ولا تقيل. هرش بقى كده بالشكل ده لحد لما كلها تتسقى معايا. معايا بقى كده بكون من كريم شانتيه دريم او اي كريم شانتيه. طبعا هنا الكريم شانتيه هنا محلى، مش هحتاج ان انا احط سكر. باكو الكريم شانتيه بياخد معايا نص كوبايه من اللبن المثلج، فهنا انا مستخدمه كوبايه الا حبه، عشان عايزه القوام معايا يبقى حلو، ما يبقاش سايل قوي. ونراعي ان احنا في الحر. نضرب بقى كويس جدا، ونعمل كده بالسباتيولا، ونظبط الكلام. هجيب بقى الصينية بتاعة الكيك سوري الكنافة، بعد ما تكون بردت تماما. هبدأ انزل بقى بيها كده عشوائي بالكريم شانتيه. مش هستخدم بقى ولا قمع ولا كيس ولا اي حاجة، انا عايزاها كده بس بشكل عشوائي، بس تكون متساوية علشان لما نرص عليها المانجا هتشوفوا بقى شكلها الطبقات هتبقى عاملة ازاي. خلصنا كده وظبطناها. معايا بقى منجيتين كده محترمين حلوين قوي كده، هظبطهم اغسلهم واقشرهم واوريكم هنقطعهم ازاي. هنبتدي بقى نقطع كده من الحته العريضه كده الناحيه دي، ونبتدي هنقطع الناحيه التانية كمان، عشان دي الشرايح الطويله اللي انا عايزاها، والجناب هنسيبها على جنب. هبتدي بقى اقطع كده بالطول رفيع، نفس التقطيع كده رفيع. دول اللي انا هزينهم داير ما يدور. اوعوا تنسوا اللايك لو وصلتوا معايا لحد كده، اوعوا تنسوا اللايك. وهبتدي بقى ان انا اقطع الحته التانية. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. بالنسبه للمكعبات دي هقطعهم مكعبات وهركنهم على جنب، هقول لكم هنعمل بيهم ايه. خلصنا. نبتدي بقى نجيب الصينيه الحلوه بتاعتنا علشان نظبطها. هاخد بقى شرايح بالطول واحطها داير ما يدور في نفس الاتجاه، علشان تديني شكل الورده. سهلة قوي. ارص كده داير ما يدور في نفس الاتجاه، وورا بعض كده واقفين ورا بعض. هنفضل نلف بيها لحد لما تديني شكل الوردة كده. شكلها حلو قوي. عايزة اقول لكم لما تتقدم كده في الصيف بقى وتسقع، يا سلام على جمالها في الحر ده. مش لازم بقى كله ايس كريم وحاجات مثلجة، ممكن نعمل وصفة على البارد كده تدينا طعم يبقى مفيش زيه، نبقى مستمتعين كده واحنا قاعدين بناكلها مع كوباية بقى عصير مانجا كده من اللي هيتبقى. والشرايح كده هروح عاملاها دايرة في النص. خلصت داير ما يدور، اروح عاملة بقى كده ايه حواليها بقى كده. شايفين؟ ولا اسهل من كده، ما خدتش حاجة.
وشوية المكعبات اللي قلتلكوا هنستخدمهم اهو هنحطهم في النص. عملنا شكل ورد بسيط وجميل ويفتح النفس بالمانجا. ايه رأيكم؟ ولا اسهل ولا اروع من كده، والطعم ولا تقولولي ولا اجدعها محل. هتعملوها هتحرموا تشتروها من بره تاني، واوفر وانضف وارخص، وعارفين كل حاجه احنا عاملينها ازاي. عنبيه بقى تكسر النور، ومعايا شويه جيلي تلميع. لو ما عنديش جيلي تلميع هجيب معلقتين من العسل ولمع كده بيهم. التلميع ده فايدته ايه؟ انه بيديني لمعه حلوه، وفي نفس الوقت لما اجي احطها في التلاجة وتتبقى معايا لتاني يوم ملاقيش المانجا اسودت. يا اما شويه جيلي تلميع متخفف بشويه ميه، يا اما معلقتين عسل وعليهم كده نقطه ميه متخففه، وابتدي ان انا المع بيهم. الشكل انا مش محتاجه اتكلم كتير عن الشكل، عشان الشكل لوحده تحفه. يا سيدي يا سيدي على الجمال. خلصناها وحطيتها في التلاجة بقى تسقع وتتماسك كده مع الايس كريم. يلا نقطع كده شريحة منها عشان تشوفوا الجمال والطراوة والحلاوة. هقعد اقول فيها شعر، مش قادرة اقول لكم كان طعمها عامل ازاي وكانوا مبسوطين بيها عندي ازاي، وخلصت تقريبا تاني يوم. يلا بينا بقى نشوف الجمال والحلاوة. نسلك بس كده عشان تطلع معانا مظبوطة. ايوه بقى، هو ده الكلام الجامد في الحر الجامد اللي احنا فيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، مستنية رأيكم واشوفكم المرة الجاية ان شاء الله. باي باي، مع السلامة.